صباح الخير عليكم وحلقة جديدة من برنامجنا ولقائنا المعتاد كل يوم خميس على الهواء مباشرة. بنلتقي معكم النهاردة والحقيقة عندنا فقرة أساسية نتكلم فيها عن كيفية التعامل مع الحموات، ازاي ممكن تكون حماتي صديقتي لو في يعني أسباب لخلافات أو مشاكل سواء كانت بين الزوج أو الزوجة أو حتى ما بين الزوجة مثلا وحماتها، ازاي نحل المشكلات دي نفسها، ازاي نعرف الأسباب دي عشان نتفاداها فيما بعد. الحقيقة الموضوع بيكون مهم جدا. كل يعني سيده او كل حماه بيكون ليها سيكولوجيه مختلفه، نفسيه مختلفه، عايزين نعرف الفروق او الاختلافات ما بينهم، وبالتالي نقدر بعد كده زي ما قلنا نتجنب المشكلات او نقدر نتعامل وفي الاخر نبقى اصدقاء لبعض. هيكون معانا ان شاء الله في الفقره دي الدكتور سماح سلامه خبيره التنميه البشريه. اول فقره هنبدا فيها النهارده الاكل الصحي المعتاد دايما في برنامجنا، وهيكون معانا النهارده ان شاء الله موضوعنا هيكون طاجن باذنجان باللحمه المفرومه، والحقيقه هي طبعا اكله صحيه جميله جدا، هنعرف مكوناتها من خلال لقائنا النهارده مع الشيف منى الشربيني. صباح النور عليك. صباح الخير. صباح الخير عليك. نبدا بقى الاول مع حضرتك كده نستعرض الاول مكونات ايه. هنعمل مع بعض طاجن البتنجان باللحمه المفرومه. هو هنعمل فيها البتنجان وهو بحاله كده، مش حاجه مش شبه المسقعه، يعني حاجه مختلفه. عندي بتنجان زي ما هو كده، منقوع طبعا بالملح عشان ما يشربش معانا زيت، ومعايا لحمه مفرومه، معايا بصل مفروم، معايا طماطم مبشوره، معايا معلقتين من الصلصه، معايا توم بودره وجبنه موتزاريلا وملح وفلفل اسود. انا مش حاطه بهارات كتير في الوصفه دي. احنا اول حاجه هنبدا مع بعض، هنعمل مع بعض اللحمه وهنقلي مع بعض البتنجان. وطبعا البتنجان بتاعنا معروف بفوائده الكتير. احنا هنبدا مع بعض دلوقتي ننزل باللحمه المفرومه. هنا احط الزيت في الطاسه. بس استخدمي طبعا كميه من الزيت قليله خالص، يعني ما بستخدمش زيت كتير، واحيانا اصلا ما بستخدمش زيت، بس الوصفه دي هو السمنه البلدي طبعا اصح بكتير من الزيت، بس الوصفه دي مش هينفع فيها السمنه. وطبعا البتنجان الاصح ليه ان هو يتشوي او يتسلق على البخار، طبعا هيبقى اصح كتير. انا كده هقلي البتنجان. انا كده هقلب البصله بس تشويحه، يعني مش هقليها، مش هتستني لحد ما تاخد لون يعني، لا تشويح بس. هنزل بعد كده عليها باللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بتبقي متبلاها مثلا؟ لا 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 لا، هتتبل وهي على النار، يعني مش هنتبل ولا حاجه، احنا بس هنحط عليها. احنا طبعا دلوقتي المقادير هتظهر على الشاشه قدام حضراتكم عشان لو حد حابب ان هو يكتبها، واحنا قلناها برضو هنقولها تاني دلوقتي. انا كده حطيت ملح وفلفل اسود على اللحمه. انت بتستني لحد ما البتنجان برضو ياخد لون ولا برضو لازم؟ لا البتنجان بياخد لون عشان يستوي. لان انا هحتاج في الوصفه دي البتنجان ان هو بعد لما بيستوي بيطرى خالص انا بفتحه وبحشيه لحمه مفرومه. هي الوصفه دي ظريفه ولطيفه وسهله، بسيطه، بتختلف عن المسقعه. المسقعه بتاعتنا بتبقى طبقات، وبتبقى دسمه شويه عشان بيبقى دسمه شويه، بنقلي بتنجان وبنقلي الزيت بقى الفلفل. هنا ما استخدمتيش فلفل خالص ولا شرايح من الفلفل تماما؟ مختلفه عن المسقعه، ولو حطيت فيها فلفل دخلت في سكه المسقعه شويه، فهنا بعيد عن سكه المسقعه، هنا مختلفه تماما. انت بتحبي دايما تستخدمي حتى الثوم الباودر، ما بتحبيش الثوم الشرايح العاديه؟ بستخدم الثوم الشرايح العاديه، بس انا في الوصفه دي لان انا الثوم مش هقليه على النار. انا الثوم هقلبه مع الطماطم المبشوره على البارد، يعني مش هحطه على النار. مش هقلي، يعني انا مش هقلي حاجه في الوصفه دي خالص. هي الحاجه الوحيده بس اللي انا هقليها في الوصفه دي هي البتنجان. وعلى فكره البتنجان ممكن في الوصفه دي انا ما اقليهوش، يعني انا ممكن ان انا احطه في الفرن، ادهنه دهنه زيت بسيطه قوي قوي ممكن واحطه في الفرن. بس عشان احنا هنا في البرنامج مفيش مجال ان انا احطه في الفرن. هو كده خلاص. وانتي زي ما قلتي بتنقعيه شويه في ملح علشان الملح بيمتص شويه من الزيت. الزيت لما تيجي ندهن، لما نيجي نقليها الزيت هيبقى قليل، مش هتشرب زيت كتير. البتنجان
معروف ان هو من بيشرب زيت الخضروات كتير اللي وبسرعة. بتشرب زيت كتير. وبسرعه. احنا كلنا والله دلوقتي بنحاول دايما، يعني الترند الصحي دوت ان احنا نمشي فيه او نلجأ ليه، ده مهم جدا بالنسبه جداً، للصغير جداً. وكبير بصراحه. يعني البتنجان عندنا فوائده كتير قوي. فوائد. بس انا قريت بقى معلومه مهمه جدا. احنا دايما كنا نقول ايه؟ البتنجان مم. كله حديد، كله حديد، كله حديد. مم. اي حد عنده نقص حديد ياكل عشان كده بتنجان. اول لما بنقشره زي التفاحه بيبدا يسمر كده. هو البتنجان الحديد اللي فيه حديد نباتي. آه بس لو حد عنده فقر دم ما ينفعش ياكل بتنجان، لانه هو فيه ماده بتكسر الحديد. فما ينفعش ان احنا لو عندنا في ناس بيبقى عندها حديد كتير، عندها فائض حديد، فبالتالي تاكل البتنجان عادي يعني بشكل عادي، بلاش نكتر ما منه نكترش قوي. من حاجه. انا دايما اقول احنا لما ناكل حاجه ما نزودش فيها. بس البتنجان فوائده الثانيه في مضادات اكسده، فبالتالي هو مفيد للمناعه، بيقوي المناعه. بيقاوم امراض كتيره في فيتامين جدا. سي، في فيتامين اي، مفيد للبشره ومفيد للشعر. ففي فوائد كتير قوي. والحقيقه هو كمان من الاكلات او من الاطعمه اللي ممكن نستخدمها في حاجات كتير جدا، زي ما انت قلتي هتعملي مثلا المسقعه، ممكن دلوقتي بتعملي الوجبه بتاعتك دي. بابا غنوج ممكن استخدمه في حاجه المقلوبه. يعني وصفات كتير قوي قوي. انا عندي وصفه المسقعه بقى بتاعت عمتي الله يرحمها. كانت برضو بتبشر الطماطم كده وبتقلبها على النار بتوم مع رشه سكر، مش عصير بقى، لا بشر طماطم. وبنحط بقى، بنقلي البتنجان وبنقلي الفلفل وبنحطهم طبقات كده تقريبا. مثلا اللحمه المفرومه يعني تفاعلت كده مع البصل، صح؟ تمام. انا بسويها، يعني بسويها تماما. بتديها برضو دقيقتين 3 كده عشان تتاكدي على انها النار. ايه. هو كده كده انا هحط الوصفه بتاعتي دي في الفرن. انا مش هكتفي بان انا حشيتها وخلاص، لا. وحطيت لها بقى الملح والفلفل والتتبيله بتاعتها تمام التمام كده. بس كده. انا مش حاطه في الوصفه دي بهارات كتير، لان انا عايزه احس بطعم كل حاجه. انا هنا احنا المصريين انت عارفه دايما بنحب ان ايه، نملي بهارات كتير، فده بيضيع طعم الاكل في بعض الاحيان. في حاجات بتحتاج بهارات كتير، لكن في اكل انت بتحتاجي تحسي بطعمه، بطعم البتنجان وبطعم الوصفه دي تحسي بطعم الحاجه فيها. المحشي طبعا ملك البهارات. انا هنا هبتدي دلوقتي احط الطماطم المبشوره بتاعتي، وهنزل عليها بمعلقه من الصلصه، والثوم البودر، ورشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. انا برضو هنا مش حاطه بهارات كتير. انا حاطه ثوم لان البتنجان بيحب الثوم. انا خلاص البتنجان بالنسبه لي يعتبر استوى خلاص اهو. هبتدي بقى اقلب. والبتنجان المشوي كمان احلى واحلى، احلى واحلى ومفيد كمان. يعني انت كده هتاخدي فوائد البتنجان وهيبقى بصحه، مفيش فيه زيوت، مفيش فيه اي حاجه. بنحط فيه طحينه، بنحط فيه زبادي، بنحط فيه كمون، فلفل اخضر مفروم. المهم ان احنا نبعد عن استخدام الزيت او السمنه بقدر الامكان، ده المهم جدا. يعني السمنه البلدي افيد من السمنه افيد من الزيت. احنا يعني زمان كانوا يقعدوا يقولوا لنا ايه، الزيت هو المفيد لصحه القلب ومش عارف ايه. لا خالص يا جماعه، خالص. الزيت ما طلعش بالفايده اللي احنا كلنا كنا متخيلينها. بدات تبان معاكي بقى خلاص دلوقتي ان هي طريه تماما من جوه ومن بره. طريه. ده دليل كده على انها ايه، استوت معاكي. بسم الله. انت بتحددي عدد القطع على حسب الطاجن، على حسب عدد افراد الاسره الموجودين والطاجن اللي انت هتشتغلي فيه طبعا. الوصفه دي الميزه فيها ان هي مش مكلفه. اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت، واحنا انت عارفه بندور دلوقتي علشان معظم الستات عاملات، فبندور على الوقت الايه، سريعه القليل وموفره في نفس الوقت، مش مكلفه. لان احنا اللحمه مهمه
ومغذيه في نفس الوقت. واللحمه مهمه، اللحمه هي البروتين الحيواني، واللحمه بقى هي كلها حديد، فانا كده اخدت فايده اللحمه وفي نفس الوقت اخدت فايده البتنجان. ممكن الاولاد يحبوا كمان الوجبه دي ياكلوها، تبقى ايه مفيده بالنسبه للكبير وبالنسبه للصغير يعني. تمام. وفي كمان حاجه احنا ممكن نعملها، بانيه البتنجان. بانيه البتنجان. نجيب البتنجان هتوعدينا بقى يوم تعمليه لنا ان شاء الله. بنتبل البتنجان عادي جدا زيه زي البانيه، وطبعا لازم نكون نقعده بملح قلنا عشان ما يشربش زيت. وبعد كده هنعمله بالبيض وبالبقسماط وهنقليه. ممكن نقليه في الاير فراير علشان ما يشربش زيت، لان الوصفه دي مش هينفع يتحط في الفرن، مش هيدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. وطعمه ظريف على فكره ولذيذ. انا بقول كده ليه؟ بقول على اكلات مفيده وفي نفس الوقت موفره، يعني صحيه زي ما انت قلتي، وما تاخدش حتى وقت معانا، بس خالص هي ايه خالص. بنتجنب فيها الزيت والله والسمنه. ما فيش اي اكل بياخد اي وقت، هو بس ايه، الواحد لما بيعمل حاجه بحب ومش ما مستعجل، بتاخدش وقت خالص، ومش مستعجل. هو اهم حاجه كده الواحد يعمل حاجه بحب، هتبقى الدنيا ظريفه وجميله. انا كده بقى هبتدي احشي البتنجان بتاعي. بس هي دي بتبقى معتمده شويه على الليكويد اللي انت عملتيه ده، علشان السائل بتاعها ده السائل ده يتشرب جوه بقى الايه هيتشرب. هو طبعا مش هيتشرب تماما او مش هيتشرب هيدينا كله، طعم حلو جدا، هيدي طعم للبتنجان، هيدي طعم للحمه، وفي نفس الوقت ينفع ان انا اكلها مع العيش واكلها مع الرز، يعني حسب انا حابه ايه. يعني ممكن كمان ناكلها لو في عيش او حاجه، تبقى جميله جدا ان ايه، عيش او رز حسب ما انا افضل. انا مثلا واحده من الناس بحب المسقعه قوي بالرز. لسه كنت اقول لك وانا كمان زيك. بحبها بالرز. فهي ايه، الحاجات دي كلها اذواق. واحلى حاجه ان احنا الاكل بتاعنا كله بينفع ان احنا نحط فيه يعني ينفع ان احنا ناكله مع اي حاجه. دي قشور جبنه دي جبنه موتزاريلا. انا هحط جبنه الموتزاريلا بقى كده على الوش. لو انا على فكره عايزه اضيف فيها فلفل اضيف فيها فلفل، ممكن اضيف فيها فلفل الوان. الفلفل الالوان مفيد بس جدا. هتعملي قطع صغيره بقى خالص، صح كده؟ وممكن لو حد بيحب الفلفل الحراق ممكن احط فلفل حراق. يعني واحده او اتنين مثلا، علشان ما تبقاش الوجبه كلها عاديه. هتحطه ما بينه، او ممكن نقطع شرايح الفلفل ونحطها على هيدينا الطعم السبايسي على طول. انا بعدت عن الفلفل، هيدينا طعم سبايسي، بس انا ما بفضلش الشطه قوي، بفضل الفلفل الحراق اكتر من الشطه، لان الفلفل الحراق افيد، طبيعي شويه. طبيعي شويه. لكن الشطه بتبقى ايه، بتبقى ممكن تكون مخلوطه، او نجيبها بقى فلفل صحيح كده. مش كل واحد يقدر يتحمل الشطه هو طبعا الشطه على المدى البعيد، انا واحده من الناس بعشق الشطه يعني، بس بطلتها. على المدى البعيد مش لطيفه على القولون وعلى المعده، هتعمل تاثيرات ثانيه. كل حاجه دايما ما ينفعش ان احنا نزود، يعني نزود من اي حاجه. يعني انا كنت اوفر قوي في اكل الشطه، بس تعبت لي معدتي وقولوني، فما ينفعش. يعني حتى لو بتحب الحاجه حاول تكون محايد برضو وانت بتاكلها، علشان لازم والله يا جماعه بجد. لازم ما نقفرش عموما في اي اكل، على فكره في اي اكل، حتى شرب الاعشاب ما نقفرش في شرب الاعشاب. مفيده وكل حاجه، بس ما نقفرش فيها. انا كده تمام خلاص، الوصفه كده بتاعتي جاهزه. انا كده بقى هدخلها الفرن. تمام، مش محتاجه تغطيها ولا حاجه ولا لا خالص. هندخلها الفرن، هتاخد حوالي نص ساعه. لان الصلصه عندي مش مستويه، فتبتدي بقى تستوي مع بعضها، والجبنه تسيح بقى نفسها. والجبنه تسيح وكده خلاص ندخلها بقى الفرن. الوصفه بتاعتي بعد ما خلصت، احنا عصر السرعه بقى خلاص كده. احنا الوصفه طلعناها من الفرن واستوت. ده بقى المفروض الشكل بتاعها. ده الشكل بتاعها، ده الشكل النهائي بتاعها. عملنا طاجن البتنجان باللحمه المفرومه. قلينا البتنجان، وهو كده البتنجانه تكون كبيره شويه، حجمها يعني اقل من المتوسط، علشان تبقى فيها لحم نعرف ناكله. بنقليها على النار، وطبعا لازم ننقع البتنجان بملح، او ان احنا نشويها في فرن البوتاجاز. بنقليها، وبعد كده بنحطها في طماطم مبشوره، مبشوره متبله بملح وفلفل اسود ورشه من الثوم الباودر،
وبعد كده بنحط فيها البتنجان وبنكون معصجين اللحمه المفرومه وبنحشيه، بنحط رشه جبنه موتزاريلا على الوش، بنقدمها مع العيش. اهم حاجه زي ما حضرتك قلتي كميه قليله جدا من الزيت. لو ما عنديش الاير فراير هستخدم تمام. الزيت بس يبقى كميه او قدر نشويها قليله او نشويها او نسلقها، بس آه. السلق البتنجان يبقى على البخار افيد، علشان ايه فوائده ما تنزلش في الميه. وقشر البتنجان مفيد جدا جدا، يعني الفوائد بتاعه البتنجان اغلبها في قشره. وحبيتي تحطي شويه فيتامينات بقى جميله كده، اللي هي مثلا جزرايه، ممكن قوطه، ممكن مثلا ممكن فلفل، حاجات بسيطه خالص. اجتهاد شخصي. احنا ممكن نعمل حاجات كتير. ممكن مثلا انا اعمله، انا هنا بعدت شويه عن المسقعه، لان المسقعه احنا بنحط ايه، طبقه البتنجان، طبقه الفلفل، طبقه لحمه او من غير لحمه، طبقه وحمص في بعض طماطم، الأحيان، حمص. وبطاطس آه. لو هنعملها بالبشاميل ممكن على الوش. بطاطس. اقول لك يعني ايه، انا هنا حاولت بقدر الامكان ابعد عن المسقعه، اعمل حاجه تكون مختلفه. فما حطيتش فيها ولا الفلفل ولا الحاجات دي، بس ممكن لو انا حابه احط فلفل تمام، يعني وبقدونس بقى كل حاجه علشان نزين الاكله نزين الجميله الأكلة بتاعتنا الجميلة بالهنا بتاعتنا دي. والشفا على قلب كل واحد يعني هياكلها النهارده او هيعملها النهارده. احنا يعني شفناها من ايدين حضرتك، سعداء جدا بوجودنا معاكي النهارده، واكله صحيه جميله وعرفتينا كمان المكونات بتاعتها. اشكرك مره ثانيه الشيف منى الشربيني، شكرا ليك. صباح النور عليك. صباح النور عليك. مشاهدينا الكرام، هنروح دلوقتي معاكم لفاصل هنشوف فيه طبعا تقرير عن السرعات، وبعد كده هنرجع معاكم ونبدا فقرتنا النهارده زي ما قلنا نتكلم فيها عن التعامل مع الحموات، وازاي ان انا اخلي حماتي تكون صديقه ليا.